ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. هتلر زعيم المانيا النازية. كان لازم تختاروا مجلة تايم واحد من بين 100 شخصية اثرت في تاريخ البشرية في القرن العشرين. اتولد في 12 ابريل 1889. من الحاجات الغريبة انه كان هيبقى اسمه ادولف شيكلي جروبر، بس بابا غير له الاسم في سنة 1877. اتجوز ايفا براون في 29/4 سنة 1945. هتلر وصل للحكم سنة 1932، وحكم ألمانيا النازية في الفترة ما بين سنة 1933 و 1945 كمستشار طبعا. كان زعيم حزب العمال الألماني المعروف باسم الحزب النازي. سنة 1932 الحزب النازي كان أكبر حزب موجود. في شهر يناير في السنة اللي بعد كده ما كانش فيه مستشار غير هتلر، علشان كده الرئيس بول فون هندربرج اختاره في المنصب ده. كان معاه لقب الفهرر أو القائد، وهو الوحيد اللي شال اللقب ده. هتلر شعل الحرب العالمية التانية بعد ما بنى الجيش الألماني واحتل بولندا سنة 1939، وخلال 3 سنين احتلت ألمانيا ودول المحور معظم قارة أوروبا ما عدا بريطانيا، وأجزاء كبيرة من أفريقيا ودول شرق وجنوب شرق آسيا، والدول المطلة على المحيط الهادي وتلت مساحة الاتحاد السوفيتي. هتلر كان نباتي، علشان كده ابتكر قانون ضد العدوانية مع الحيوانات. كان رحيم مع الحيوانات بس ما كانش رحيم بالإنسان أبدا. الحاجة اللي هتضحكنا إن هتلر كان مرشح لجائزة نوبل للسلام سنة 1939. في وجهات نظر مختلفة عن هتلر. وجهة نظر شايفة انه ديكتاتور عايز يدمر العالم وعمل مجازر قتلت آلاف من البشر واتهم بمعاداة السامية. وجهة نظر بتقول انه وقع على معاهدة فرساي اللي بتقول انه يحدد عدد افراد الجيش الالماني، لكن بعد كده زادت قوة الجيش الالماني وعمل مصانع وخلى معدلات البطالة قليلة، وبكده انتعش الاقتصاد الالماني. مات في 30 ابريل سنة 1945 لما لقى قوات الاتحاد السوفيتي داخلة على ألمانيا. عمل اجتماع وكان بيتعصب على اللي موجودين وطلب منهم انه ينتحر عن طريق مادة السيانيد السامة، وبعد كده ضرب نار على نفسه. ودي الحكاية المقبولة لموت الزعيم النازي بعد ما اتهزمت ألمانيا واتدمرت في الحرب العالمية التانية. ظهرت إشاعات بعد كده بتقول انه ما انتحرش وعاش لحد نهاية الحرب العالمية التانية. كلنا عايزين السلام ينتشر في العالم كله، وان العالم كله يبقى دولة واحدة. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.